بتقول انا عندي 22 سنه ما كنتش بصلي غير في رمضان، بس بقالي 5 شهور منتظمه. ندمت على كل صلاه فاتتني وما صليتهاش. ازاي اعوض العمر اللي عدى من غير ما اكون بصلي فيه؟ الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة أيضا تجب ما قبلها. هذا حديث إن الإسلام يجب ما قبله استدل به بعض العلماء على أن الإنسان لو تاب من ترك الصلاة لا شيء عليه، وإن كان ده قول يعني قول واحد أو بعض من قال به. قال به الشيخ ابن تيمية، وقال به ابن القيم، وقال به جماعة. جمهور العلماء على إنك لا، ده أنت كنت مسلم ما خرجتش من الإسلام، وكنت مكلف ما خرجتش من نطاق التكليف، وانت لما بلغت ما صليتش، كنت بتكسل في الصلاه ما صليش الا في رمضان بس، يبقى انت لابد ان تقضي ما عليك. ده كلام الجمهور. فبنقول للانسان ان استطعت ان تعمل بقول الجمهور وتصلي مع الوقت وقت، طالما ان ده مش هيشق عليك ان شاء الله، ولكن لا ينقطع عن الصلاه. بعض الناس لما نقول له كده يقول لك يعني يبقى ما صليش بقى. ولكن بنقول لا، سهل جدا نصلي مع الوقت وقت، بدل ما نصلي السنن نصلي الفريضه. ازاي؟ انا هصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر سنه. لا، انا هخلي الظهر قبل الظهر اضيف على الركعتين ركعتين وانوي ان هم فريضه من اللي عليا. بعد الظهر لو هصلي ركعتين كمان اضيف لهم ركعتين وانهم فريضه من اللي عليا. يبقى انا كده صليت مع الوقت وقت من اللي عليا. مع مرور الزمن هتلاقي نفسك قضيت ما عليك. بس اهم حاجه التوبه ونيه قضاء ما فات من العباده، حتى لو الانسان قبض وذهب يبقى الى ربه هتتحسب له لانه كان نيته ان ناوي هو هيقضيها بالضبط.